السلام عليكم. جاي اكلمكم النهارده في الترند بتاع يا ابويا كنت نصحتني، او الترند بتاع جايلكم يلا نصحتوني، الاغنيه بتاعت بوسي. طبعا في بنات كتيره جدا، بنات زي الورد عاملين فيديوهات على الاغنيه دي، وبجد انا زعلت جدا عشانهم. لكن في كلمتين انا حابه اقولهم. اولا، الجواز ده بيبقى نصيب. ثانيا، بيبقى عامل زي البطيخه. احنا بنفتح البطيخة واحنا بنفتحها ما بنبقاش عارفين هنلاقيها حمرة ولا هنلاقيها قرعة ولا هنلاقيها حلوة لا، احنا ما بنبقاش عارفين بالظبط. بيقولك اسأل او حاسب قبل ما تناسب. ما هو الناس بتسأل وكلام كتير حلو بيتقال على الناس وخلاص، وبيبتدوا ييجوا ويخطبوا البنت والكلام ده كله. تمام. بتقول لك يا ابويا كنت نصحتني. الاب بينصح والام بتنصح والاهل وبيفضلوا يقولوا للبنت لا بلاش ده مش كويس، ده في بنات كتيره جدا بتقف لاهلها وتقول لهم لا يا هو يا بلاش. بتتجوز وبعد كده بتتفاجئ بشخص تاني غير اللي هي، يعني هقول ايه، ممكن تكون باعت الدنيا كلها عشانه. في ناس برضو بيروحوا يسألوا وبيطلع الاشخاص دول الناس دي كويسة، لا يا عم كويسين ادوهم بنتكم وانتوا مغمضين، وبعد الجواز بيطلع حاجة تانية خالص. بيتفاجئوا يعني العريس ده لا مش ده اللي بنتنا كانت مخطوباله، لا مش دول الناس اللي احنا نسبناهم. وفي ناس بيقعدوا فترات خطوبة 3 سنين و4 سنين و5 سنين، بس اللي بيجي بعد الجواز بيتفاجئوا بناس تانية خالص بعد الجواز. فكلمتين انا حابه اقولهم لك. لو انتي حصل معاكي مشاكل مع جوزك ومش قادره تعيشي، مش قادره تعيشي، مفيش اطفال، قدامك فرصه تانية وما تيأسيش. وممكن المره الاولانيه تبقى وحشه، المره التانية بتبقى احسن. ولو حصل وانفصلتي اوعي تزعلي ولا تعيطي، ممكن يكون ربنا شايلك الاحسن، ما تزعليش ابدا. معاكي اطفال وعايزه تعيشي وتستحملي عشان اطفالك، استحملي وعيشي عشان اطفالك. مش قادره وعندك بيت ابوكي مفتوح، خدي اطفالك وروحي عيشي في بيت ابوكي، بس انا بفضل ان انتي معلش تيجي على نفسك عشان خاطر الولاد، عشان يتربوا منك وبين ابوهم. بس اوعي تزعلي، اوعي تزعليش، مفيش حاجه ابدا تستاهل زعلك. انا بيصعب عليا قوي في وقت الانفصال الاطفال هي اللي بتصعب عليا. الطفل بعد الانفصال بيكون ما بين امه وما بين ابوه، ممكن يكون في عداوه بين الام والاب، فيبتدي الاب يتكلم مع الطفل عن الام كلام مش كويس، الام تتكلم مع الطفل عن الاب كلام مش كويس، يبتدي يعملوا حاله نفسيه للطفل، وده طبعا غلط. لو هو الطفل مع الاب يعاند مع الام ما تشوفهوش، الطفل مع الام تعاند مع الاب ما يشوفهوش. فلو في امل ان انتي تعيشي عشان خاطر اطفالك، اوعي تفكري ولا لحظه في الطلاق عشان بس عيلك، عشان طفلك. انما لو مفيش خلاص مش هتقدري، لا ما تجيش على نفسك، ما تجيش على نفسك واشتري نفسك. لو بيت اهلك او ليكي مكان مفتوح لك وتقدري تعيشي فيه وتشتغلي وتكوني نفسك وتكوني انتي، خدي الخطوة دي. هو ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، ولكن اوقات كتيرة جدا بيكون الطلاق هو الحل، وبيكون افضل حل للاتنين، وبالاخص لو في مشاكل كتيرة بين الطرفين وفي اطفال قدام الاطفال دي تطلع اطفال مش سوية. انما انتي واحدة مفيش اطفال، ابتدى الموضوع معاكي يبقى صعب، حاسة ان انتي هو ده القرار اللي انتي عايزة تاخديه، خديه وتشتري نفسك وتشتري دماغك وتشتري حياتك وتشتري صحتك، اهم حاجة. بس مش من اول مرة،
يعني حاولي تدي فرصة مرة واتنين وتلاتة، لو بتحبي الشخص اللي معاكي ادوله فرصة. انا شفت كمية بنات قسما بالله في الترند ده بجد زعلوني، ويا حبايبي بيبقوا فرحانين قوي يوم الفرح وفرحانين بالجواز وبالشخص اللي هم استنوه واختاروه وحبوه. انا مش عارفة ايه اللي بيحصل بعد كده. الراجل بيتحول او الست بتتحول. انا مش هتهم الراجل واقول السبب منه هو بس، ممكن يكون منها، ممكن يكون منه، الله اعلم، ما دخلتش في قلوبهم. بس بجد الموضوع صعب جدا، والفيديوهات دي بقت تتعب لي اعصابي، والله العظيم بنات بتصعب عليا قوي بجد. بنات زي العسل ويستاهلوا احسن حاجة في الدنيا. ربنا يرزقهم باحسن وافضل حاجة في الدنيا يا رب ويعوضهم خير.